سمعت قالوا لي بلي المنحة تاع السفر في المغرب حوالي 10,000 اورو. انا قلت لهم مي راكم تخرطوا عليا، سي بوسيبل. روحت قلت نتاكد. واش لقيت صدمه امامي. منحة السفر في المغرب للمواطنين المغاربه وايضا المقيمين اقامه قانونيه يمكنهم الحصول عليها من البنك أو مكتب الصرافة لاستخدامها عند السفر في حالات السفر السياحية والشخصية. هذا المبلغ شحال في رأيكم؟ أقل حاجة شحال؟ ما يعادل 100,000 درهم. إذا صرفته وكان تصراف يعني عالي عالي عالي، تصراف رسمية، حوالي 9,000 أورو. المواطن المغربي يقدر يروح يخرج من البنك المغربي حوالي 9,000 أورو على أقل تقدير، ويديها معاه يخرجها بكل كرامة وبكل فرح، ويروح يسافر بصحته، يدور يحوس ويدير واش يحب يشري ولا يعاود يرد جزء منها، يبقى دو بروبليم كاع. ويمكن لهذه المنحة أن تصل في المغرب إلى ما يعادل 300,000 درهم في حالة مثلا ماشي سياحة ولا سفر شخصي، ولكن دراسة، العلاج إلى غير ذلك. احنا عندنا في الجزائر المنحة تاع السفر 2 دورو اللي هي ما يعادل 750 أورو، وراهم غير هنا ملي طلعوا الرقم باسكو كان تقريبا ولا شيء، كان تقريبا حوالي 100 أورو. بداو لي زالجيريان يشوفوا طريقه باش ينافيغو، كان لا خدمه لا مشاريع لا مستقبل لا والو. واحد يقول لك انا بون عندي الحق اني نخرج هذه المنحه خطره في العام، خطره حسب القانون، نروح ندير روحي بلي انا رايح لتونس نكري، نروح البنكه هاكو حوالي 12 مليون ولا، اعطوني المبلغ، نروح ندخل لتونس، نعاود نولي في نفس اليوم ولا ثاني يوم، يعني ما نصرفش هذاك المبلغ ونصرفه في المارشي نواغ ونربح هذيك 2 ملايين ونص، نشد يدي بها. ما هوش زعما مبلغ اللي غادي يخلي الانسان يتحول الى مليونير ولا يولي عنده مشاريع، ولا مبلغ تافه مقارنه زعما بالثروات تاع الجزائر، الدراهم اللي يدخلوا من البترول والغاز الى غير ذلك. الحكومه الجزائريه جات تجري قالت لهم لا صاي فقت لكم واش راكم ديروا. جا سعيد قال لك 100,000، قال لك كاين 100,000 شخص، 100,000 حالة احتيال بما يخص هذا المنحة تاع السفر في هذه الفترة الأخيرة. بصح سعيد بيان سور كذاب، أنا ما نأمنش، المبالغة في كل شيء عنده والكذب والتبلعيط. غادي نعتبروا بلي كاين فعلا آلاف الجزائريين يديروها. سوات نتوما لي جينيرو نظام الجزائري راكم تمشوا فيهم، تحطوا في جيوبكم، تدخلوا العمله، تخرجوها، ما كاش يحاسبكم. يجي جزائري قليل مسكين باغي يربح شويه مصروف تاع سيمانتين حرفيا في الجزائر مع غلاء المعيشه والتضخم، هذا ما كان اللي قديروا له حجره في الصباط. لانه مهمه الحكومه الجزائريه والنظام الجزائري هو انه يكره لك حياتك. فاقوا قال لك مي سي انكرويابل كيفاش درنا لهم حاجه يقدروا يبروفيتو منها ويربحوا شويه دراهم، ما نخلوهمش نبلعوا لهم. الوغ زيدوا ديروا قانون خرج البارح لو 15 ديسمبر. واش يقول لك هذا القانون على الحق تاع المنحه والتصراف؟ لي زالجيريان اصحاب الدم الجزائري والجنسيه الاصليه الجزائريه، ابناء واحفاد الشهداء، بلد الحريه، بلد 1,500,000 شهيد، اقسم لكم غير نخرجوا منكم هذيك 750 اورو ونخليكم تندموا على النهار اللي وليتوا فيه تخموا في السفر. قال لك بنك الجزائر خرج هذه التعليمه يقول لك بخصوص الصرف للسفر الى الخارج، حط لهم واحده القائمه من الشروط، قائمه توضع في حاله انك تكون عايش في زريبه سيتو. واش يقول لك؟ قال لك عندك شرط الحساب البنكي، هذه نقطه جوهريه، يعني اللي يكون عندك حساب بنكي حاله عاد باش تقدر تستفيد من منحة السفر. معليش يا سيدي، يروح الانسان يحل حساب بنكي، يسلف من عند الحاج ولا الحاجه 3000 4000 دينار، يروح مرحبا تفضل فوالا رقم الحساب تاعك، سي بون اوكي انا حلينا حساب بنكي شخصي، برافو. الشرط الثاني الان قال لك تشديد الرقابه البنكيه. كيفاش زعما؟ البنوك
ملزمة بالتحقق من هوية الزبون، سموه العميل مش الزبون، ما راش داخل يشري قرعة تاع زيت. صح تاكدنا شفنا لا كارت ديدونتيتي تاعك، انت فلان الفلاني، وي مرحبا بك، عندك حساب، وي يعني حليت الحساب الشخصي. الان الشرط الثاني، البنك ملزم بدراسة ملائمة العملية مع وضعه المالي. اسكو هو لا سيتوياسيون تاعه تاع دراهم تبين بلي هو فقير من الفقاقير، ولا تبين بلي يستاهل انه يسافر؟ باسكو الفقاقير والناس اللي ما يخدموش، الناس اللي عندهم منحة البطالة مثلا، الناس اللي ما عندهمش دخل مادي، الناس اللي ما عندهمش راتب شهري يدخل ويخرج، ولا اللي ما عندهاش تجارة، هذا الوضع تاعه غير ملائم انه باش هو يدي المنحة تاع السفر. هذا يشطب. عملية تمييزية واضحة هنايا، يحطوا لك حجرة كبيرة في الصباط. ويزيد يقول لك أيضا البنك ملزم بالتأكد من أن المستفيد لديه قدرة مالية حقيقية لتغطية مصاريف السفر له وأفراد عائلته. صافي دير كوا، انت راك حليت كونت، روحت سلفت 50 مليون من عند الحاج الأب تاعك، حطيتها في الكونت وروحت باش تطلب منحة السفر. يشوفوا يقول لك بون، انت راك غير كي سلفت هذا الدراهم وحطيتهم عندك يومين، صافي دير كنت الوضع تاعك لا يسمح بتغطية المصاريف. نحن نرى أنك من الفقاقير، نرى بأنك إنسان ما عندكش دخل، نرى بأنك ما تستاهلش أنك تسافر. اقعد هنا في الجزائر، اقعد حدا الحاج والحاجة، ما عندك وين تروح، دور في الزنقة، روح الورقلة، روح العنابة، بصح باش تخرج خارج الحدود ممنوع. يزيد يقول لك الشرط الثالث، ممنوع الدفع نقدا، ما تدي لهمش الكاش. الدفع النقدي بالسيولة ممنوع نهائيا، سي بون صاي. الدفع يكون باش تخلص هذاك الدوفيز اللي غادي تعطيه لك البنكه، اللي قالك تمد لهم حوالي 12 مليون ونص على ما اعتقد، عن طريق بطاقه، شيك بنكي او وسيله دفع كتابيه معتمده. الان الشرط الاخير اللي هو في الحقيقه أسوأ شرط في هذه التعليمه، قال لك شرط مده الاقامه في الخارج. هنا وين تتدخل الدوله الشموليه القمعيه، النظام تاع الجنرالات هذا، باش يكونترولوا لك انت كيفاش تخرج خارج الجزائر، شحال تقعد، شحال لازم تصرف. هما يحدوا لك الكونجي تاعك ولا الفاكونس تاعك كيفاش يكون، ماشي انت. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائيه. مثلا ممكن انسان يسافر، تصرى مشكله في الدار، الام مرضت، الاب دار اكسيدون، صرات مشكله حتى في البلد اللي انت راك فيه، نقول راك في تركيا، كاش ما صرا، رجعت خلال 3 أيام ولا 4 أيام ولا حتى يومين، يشطب ايضا. قال لك اذا كانت مده الاقامه الفعليه في الخارج اقل من 7 أيام، يعني لازم تقعد خارج الجزائر اكثر 7 أيام او اكثر. هذيك 750 اورو بالنسبه لي هما، بالنسبه للنظام الجزائري، تغطي تكاليف إقامة لمدة 7 أيام أو أكثر في أي بلد في العالم. هكا النظام الجزائري شايفها. وإلا كان قعدت أقل من 7 أيام، قال لك يجب إرجاع مبلغ حق الصرف 750 أورو، تردها بلا جد والديك. بون وي، مشي قلت ليها هادي، ماشي تروح 24 ساعة ولا 5 سوايع ولا يومين لتونس وتعاود تولي، ولا تروح تقعد نهار في ليبيا وتعاود تولي. نو، ليق 7 أيام أو أكثر. وفي حالة أنه صرفت هادوك 750 أورو في نهار ولا يومين، ممكن في حالة عدم الإرجاع قال لك الحرمان من حق الصرف لمدة 5 سنين. ما تديش دورو، ما تديش أورو، والو، مع إمكانية شدوا رواحكم المتابعة القضائية. يمكن أن تسجن.